مثلا الرجل رقم 12، الرجل رقم 12 واصله بايه؟ بمكثف توالي. 12 واصله بمكثف توالي. فين بقيه المسار؟ على الرجل الثانيه. الرجل الثانيه واصله بايه؟ بالسي بي يو U1000. دلوقتي النقطه دي OL. المسار ده لو في قطع هيديني OL، لو هو سليم هيديني OL. طب وانا هعرف منين بقى ان هو في قطع ولا ما فيهوش قطع؟ هروح اقيس الممانعه هنا. المفروض الاقي ممانعه مين؟ الاي سي. اداني مثلا هنا 600. طيب على الجنب ده في اي سي واصل بالمسار ده؟ في اي مقاومه توازي واصله بالمسار ده؟ في اي عنصر عامل مقاومه ما بين الموجب والارضي في المسار ده؟ يبقى ممانعه المسار ده المفروض انها تكون OL. طب الممانعه دي ما جاتش هنا ليه؟ عشان المكثف بيمرر AC وما بيمررش تيار DC. فانا لما باجي اقيس الممانعه المالتيميتر بيطلع تيار DC، فالتيار DC مش هيعدي يروح هنا. فهنا طرف المكثف ده OL وعند الكونكتور OL. انا هنا 600 اللي جت دي عند الطرف ده من المكثف طمنتني ان الاي سي راكب عند النقطة دي فقط. ما ممكن الاي سي يكون راكب كله وشغال لكن قاطع مثلا كاميرا، قاطع شاشة بسبب ان نقطة واحدة قطعت من تحت منه، القصدير بتاعها اتكسر، حصل تلف داخلي جوه المعالج جوه او الاي سي لاي سبب. فال 600 اللي جت هنا دي طمنتني ان ده قاعد في المكان ده في المسار ده. لو كان مديني OL هنا كنت هقول لك ايه؟ شابلن الاي سي ده على طول. ولو شابلنته ونزلته ولقيت OL هنا ممكن المسار ده جوه البورده مقطوع. انما هو ال 600 دي طمنتني ان المسار ده مش مقطوع جوه البورده وان الاي سي قاعد وراكب مكانه في النقطه دي. ما اختبرناش بقيه النقط احنا. طيب من هنا لهنا انا عشان اختبر ده محتاج اقيس ممانعه او على وضع البزر او على وضع الاوم ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي. طيب ما هو دلوقتي المكثف ده مثلا في الحاله اللي قدامك دي هو جنب الكونكتور. في حاله تانية ممكن المكثف في ظهر البورده او في مكان تاني في البورده، فهيبقى صعب عليك تحط البروبين واحد في وش البورده والتاني في ظهر البورده. طب اعمل ايه؟ روح اعمل لي قفله بسلك فوق المكثف نفسه. هتلاقي ان الممانعه دي عدت معاك لهنا، لقيتها وصلت تمام، روح اقطع السلك ده. طبعا انت وانت بتقيس وضع الممانعه انت مش موصل بطاريه بالجهاز ولا موصل باور سبلاي بالجهاز، فانت مجرد انك بس عملت الجامبر ده الممانعه هتنتقل من هنا لهنا ومن هنا لهنا. طب انا عملت الجامبر ولقيت برضو OL، يبقى المسار ده جوه البورده مقطوع او ان الكونكتور مش لاحم على البورده. وخلي بالك وانت بتقيس ممانعه ما تضغطش على اي حاجه، على اي عنصر ما تضغطش، لانك ممكن يكون عنصر حصلت معايا كتير قبل كده. فلتر مثلا جاي له اهو ممانعه من الاي سي 500، المفروض تعدي من هنا وتبقى كام؟ 500. الفلتر حته سلك وتروح للكونكتور. جيت اقيس هنا لقيت OL، هروح اقيس فين؟ هقيس هنا لقيت 500. رجعت اقيس هنا لقيت 500. اتاريني انا ايه؟ لما جيت دوست، لما قست هنا الاول لقيت OL، لما جيت دوست على الفلتر كان عامل كده، لما دوست عليه راح جاي نازل لمس على الباده فالممانعه وصلت للكونكتور. جيت شلت راح جاي الفلتر راجع تاني عامل كده. قفلت انا المسار ده كده لقيت الممانعه ال 600 وصلت هنا تمام كده. انا اطمنت على ان الكونكتور لاحم مع البورده وان المسار من هنا لهنا واصل، وان المكثف لما اجي اقص الاقي الممانعه رجعت OL هنا، المكثف مش عامل شورت.
لان لو انا اصلا من غير ما اعمل الجامبر ده والممانعه السليمه هنا او ال جيت لقيتها 600، ده معناه ان المكثف ده عامل شورت. بس ده مش شورت مع الار دي، ده شورت يعني اتصال اقطاب المكثف مع بعضها.